السلام عليكم أصدقائي ومحبي علم الفراسة ولغة الجسد وتحليل الشخصيات. النهاردة هنتكلم عن إزاي تعرف شخصية ابنك أو بنتك من خلال شكل الأنف بتاعه. طبعا أشكال الأنوف كتير، ولكن أهم شكلين هما الأنف المحدبة والأنف المقعرة. بالنسبة لأصحاب الأنف المحدبة بيبقى عندهم الإدارة فطرية، يعني هو بالفطرة عنده القدرة على إدارة الفلوس والناس والمواقف. بمعنى إن أنت لو اديته المصروف بتاعه هو من نفسه كده هيبقى عارف إنه محتاج يشيل الجزء ده للمواصلات، والجزء ده هيشرب بحاجة، والجزء ده هياكل بحاجة، والجزء ده هيحوش منه فلوس لبكرة. أما أصحاب الأنوف المقعرة ده عنده الجزء بتاع الإدارة لازم يتعلمه، مش موجود عنده بالفطرة. فلو اديته فلوس المصروف بتاعه هيبقى تايه، مش عارف يصرف ايه ويشيل ايه. فلازم تعلمه ان هو محتاج يقسم المصروف بتاعه مثلا على 4 أجزاء، هيركب مواصلات بجزء، هيشرب حاجة بجزء، هياكل حاجة بجزء، وهيحوش منه جزء. لو معلمتوش كده ممكن يصرفه كله في حاجة واحدة، ممكن ياكل بالفلوس دي وما يعرفش يروح من المواصلات فهيروح مشي. وبالنسبة لإدارة الناس في الأنف المحدبة، في وسط أصحابه مثلا لو اتفقوا إن هم هيروحوا السينما، هو هتلاقيه بيقدر يقول لأصحابه إحنا هنتقابل في المكان الفلاني، وأنا هاجي الأول، وبعد كده فلان هيجي، وبعد كده هنعدي على صاحبنا التالت، وبعد كده هنروح السينما. إنما بالنسبة لصاحب الأنف المقعرة هتلاقيه دايما تايه في الجزء ده. اسهل حاجة بالنسبة له ان هو يسمع الشخص الاداري اللي موجود في وسط اصحابه، ويعرف هو هيجي امتى، ميعاده امتى، والمكان اللي هيتقابلوا فيه امتى، وخلاص. وبالنسبة لإدارة المواقف، الشخص صاحب الأنف الإدارية لو اتحط في موقف واتزنق فيه بيبقى عنده القدرة ان هو يعرف يتحكم في الموقف ده من غير ما يضطر انه يتصل بباباه ويقول له اعمل ايه واتصرف ازاي، انا مش عارف اعمل ايه. ولكن صاحب الأنف المقعرة هتلاقيه لما بيتحط في موقف بيتزنق وبيتوه وما بيبقاش عارف يعمل ايه، فبيضطر يتصل بأهله أو بحد من صحابه يقول له اقترح عليا أنا أعمل ايه في الموقف ده. فده الفرق بينهم في طريقة التفكير والتصرف. بالنسبة لأصحاب الأنف المقعرة بيبقى بالفطرة عنده حب مساعدة الناس، ولكن أصحاب الأنوف الإدارية لازم تعلمه إزاي يحب يساعد الناس. فكده إحنا فهمنا إن صاحب الأنف الإدارية عنده القدرة على الإدارة بالفطرة، ولكن حب مساعدة الناس بتبقى صفة مكتسبة لازم يتعلمها. أما بالنسبة لأصحاب الأنوف المقعرة بيبقى بالفطرة عنده حب مساعدة الناس، ولكن الإدارة بتبقى عنده صفة مكتسبة لازم يتعلمها. خلي بالك بقى، مش معنى إن صاحب الأنف الإدارية إنه بيعرف يدير المواقف إن هو ممكن يبقى رئيس. يعني لو في وسط أصحابه مش معنى كده إن هو هيبقى المسؤول عن الشلة دي مثلا، لا، ممكن يكون في حد تاني مسؤول عن الشلة وهو فرد منهم. فتعال نشوف الشخص صاحب الأنف الإدارية هيتعامل إزاي مع الرئيس اللي فوقيه في الشلة. فلو ابنك أو بنتك الجبهة بتاعتهم من النوع اللي طالع بزاوية دائرية كده، بشكل دائري مع الشعر، يعني لو تاخد بالك الزاوية هنا اللي داخلة مع الشعر زاوية منفرجة مفتوحة، شكل دائري كده طالع على طول من الجبهة على ايه الشعر. فده معناها ان هو عنده مرونة في التفكير. ولو كان كمان عنده الجزء اللي جنب الحاجب ده مفرغ داخل لجوه شوية، يبقى معنى كده ان هو دبلوماسي وعنده لبقة. ففي الحالة دي لو الرئيس بتاع الشلة ده أجبرهم على إن هم يعملوا فعل معين، يعني النهاردة هنروح السينما، وهو مش عاجبه مثلا يروح السينما، فهيبدأ يسيبه لغاية ما يخلص الاقتراح بتاعه خالص، وبعد كده هيقول له طب إيه رأيك لو كنا بدل ما نروح السينما مثلا نروح المكان الفلاني، هيبقى أفضل عشان النهاردة الوقت متأخر وممكن ما نلحقش. ولكن لو كان ابنك أو بنتك عنده الزاوية حادة أو 90 درجة زي ما انت شايف كده، الجبهة طالعة وبعدين مرة واحدة كده ايه داخلة على الراس، في هنا زاوية حادة، ده بيبقى ثابت الفكر، يعني صعب ان هو يغير
فكرته أو يتعامل مع الناس بمرونة شوية، وبالذات لو ما كانش عنده الجزء ده مفرغ جنب الحاجب. فده هيبقى برضه عنده ايه مشكلة شوية في ان هو يبقى دبلوماسي وياخد الناس ايه على قد هواه. ففي نفس الموقف لو الرئيس بتاع الشله قال لهم النهارده هنروح السينما، هو مش هيسيبه يخلص كلامه، هيعترض على طول وهيقطع، هيقول له لا انا النهارده ماليش مزاج اروح السينما، عايزين انتوا تروحوا روحوا، انا مش هروح معاكم. فنصيحتي ليك ان لو كان ابنك من اصحاب الانوف الاداريه، ان انت تتابعه في إدارة المصروف بتاعه وتتابعه في إدارة الموقف اللي بيتحط فيها، ولكن تعلمه حب مساعدة الناس. ولو كان ابنك من أصحاب الأنوف المقعرة، فما تقلقش عليه من حتة حب مساعدة الناس، هي هتبقى عنده، ولكن لازم تعلمه خطوة بخطوة ازاي يستثمر المصروف بتاعه وازاي يقدر يدير المواقف اللي هو بيتحط فيها. ومع تكرار الموضوع ده هيبدأ ان شاء الله الإدارة تبقى صفة مكتسبة عنده، وهيبدأ يتصرف من دماغه بطريقة إدارية صحيحة. أتمنى أكون وضحت صفات الملامح ويكون الفيديو مفيد. ولو الفيديو عجبك أتمنى إنك تعمل لي لايك وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وأترككم في حفظ الله وأمنه.